السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في روتين جامد راجعلكوا بكل قوة. اول حاجة فطرت كده بطاطا مشوية في الفرن وهرستها وحطيت عليها سوداني وكوباية قهوة من غير سكر علشان نبتدي اليوم كده في نشاط. كان عندي دورة غسيل من بالليل. لازم طبعا اظبط البلكونة وامسحها وانضفها قبل ما انشر. ظبطت بلكونتي مع نفسي كده ومسحتها ونضفتها كويس قوي ونشرت الغسيل بتاعي علشان كنت كسلانه خالص يوم الجمعه والاولاد معايا تعبانين، معرفتش اعمل منهم اي حاجه. طبعا البلكونه لازم تنضفيها قبل ما تنشري غسيل جديد. اول ما تلمي غسيلك ادخلي على البلكونه نفضيها. بعد ما تلمي الغسيل طبعا نفضي البلكونه وامسحيها كويس ونضفيها من اي تراب علشان الغسيل الجديد لما تنشريه يفضل نضيف وريحته حلوه. هنا كان عندي الريسبشن ضايع خالص. زي ما قلت لكم كنا تعبانين بقى ودكاترة، ما عملتش اي حاجة في الشقة. بس اول حاجة بقى شلت الكراكيب اللي عندي على السفرة وعلى الركنة ونفضتها كويس قوي، وشلت بقى الازايز الفاضية مليتها وغسلتها ومليتها ونضفت الدنيا. وانا كان عندي ال الكسوة بتاعت الركنة نظيفة لسه فرشاها يعني اخر الاسبوع اللي فات. وكنت شايله السجاد ومسحه مسحه كويسه قوي. قلت بس هلمع السفرة عشان قصاد البلكونه بتتملي مني تراب. قلت المعها. طبعا احلى حاجه للتلميع، محدش يقول لي فوطه ولا اي حاجه، احلى حاجه للتلميع الوايبس. معلش ما تقولوش غالي والكلام ده، احنا بنصرف في حاجات كتير. بتجيبي الوايبس الشعبي خالص اللي هو ب15 جنيه، ده فيه تقريبا 70 منديل. بتنضفي بصي بيلمعلك الحاجه كلها. يعني بصوا السفرة بتلمع ازاي. احلى بقى فقرة بحبها بعد النظافة كلها ان انا ترش المعطر كده وتشم روايح جميلة. لو وصلت لحد هنا معايا في الفيديو اعملي لايك، الدعم بتاعي، وربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. النهاردة بقى اليوم كان خفيف كده، فقلت اعمل لهم كمان غدا جميل خفيف. عملت لهم حواوشي مشوي على الفحم، وعملت لهم فراخ مشوية وبطاطس محمرة، وده كان غدانا. عملت بقى شوية ميني بيتزا. طبعا الوصفات دي كلها هنزلها معاكم يعني ما تقلقوش. ميني بيتزا هنا ما تقولوش بقى الميني بيتزا بتاعتك شكلها غريب، انا ولادي بيحبوا الميني بيتزا عجين وجبن بس. حتى شوية الخضار اللي انا حطاهم كشكل بس ليها بيشيلوه. هما بياكلوا البيتزا عجين وجبن بس. فانا حاطه لهم هنا جبنه موتزاريلا وشيز